احلى منظر تقدر ان انت تصحى عليه الساعة 6 الصبح، من افضل المناظر حرفيا ان انت تصحى عليه. على فكرة المنظر ده ما كانش كده اصلا، المنظر ده انت كنت ممكن تصحى عليه، تصحى على منظر زي ده. المباني دي كلها ما كانتش موجودة، المباني دي كلها كانت زرعة اصلا. كنت تصحى كده المباني دي كانت متدشملة، كانت على الارض، يعني ما كانش في مباني، كان كل ده كان زرع. هو احنا في ايه؟ مشوارنا ده ليه؟ وازاي شايلين وازاي فاضيين؟ حبة أرقام وسط السكان، ولا احنا تمام ولا تايهين؟ ده طلع في نهار، طب أنا ليه بنهار في الضلمة بعيد؟ يا للمشوار لو بس النور ادخل من السور. مكاني مش في طابور، ده أنا مكاني بعيد، ده مكاننا في حتة تانية، مش جنب الناس التانية. خطوتنا بشنا ورنا، مش زي ما كنا فاكرين. نرجع تاني لموضوعنا، بنصحى بدري ليه او ايه الافضلية ان احنا نصحى بدري؟ طبعا انا مش من محبين الناس اللي بتصحى بدري خالص، بس انت الافضل ان انت تصحى بدري، بتعود نفسك ان انت تصحى بدري. ليه انا اصحى بدري او ايه اللي يخليني اصحى بدري؟ لو انت بتشتغل مثلا، بتشتغل اونلاين او كده، او انت مثلا عندك لينكد ان وعايز تقدم على شغل، من السيء خالص ان انت تقدم على شغل متاخر، اللي هو من مثلا بالليل وكده. طبعا انا كنت بعمل كده في الاول، بس من الافضل ان انت تقدم على الشغل ده الصبح، انك تبعت السي في الصبح. من الافضل انك تبعت السي في الصبح، لان طبعا معظم الشركات احنا عارفين ان هي بتفتح الصبح، فانت كل ما تبعت السي في الصبح كل ما السي في بتاعك يبقى هو اللي مرئي اكتر. يعني ايه مرئي اكتر؟ يعني هو اللي يبقى ظاهر. طبعا بقى بعيدا عن الحاجات الصحيه اكتر، احنا مش بنتكلم على الكلام ده لان احنا مش متخصصين في الكلام ده، بس المعلومات العامه، الارق مش هيبقى موجود والاكتئاب مش هيبقى موجود وكل الكلام ده، كل الكلام ده معلومات عامه انا وانت عارفين الكلام ده، بس مش هنضحك على نفسنا بيه. نجيب اللابتوب بقى نشتغل على ورك شويه، يلا بينا. وانا دلوقتي بعت على ابورك حاليا، اول امبارح ومن حوالي اسبوع كده سيفيهين، والنهارده التالت. واللي مش عارف ايه هو اب وورك وازاي يخش يسجل عليه وكل الكلام ده، هيلاقي فيديو على اليوتيوب، ومتهيألي في فيديو على الفيسبوك بيتكلم على الكلام ده. هسيب لكم اللينكات بتاع الفيديو ده عموما، هتلاقيه في الفيديو ده. بس كده، يا ريت يكون الفيديو خفيف ده عجبكم، ويا ريت اكون خفيف على قلوبكم. بس كده، ladies and gentlemen، سلام.